مستمعينا للي عم يسمعونا عبر التردد 103.5، أيضا للي عم يشاهدونا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي، أهلا وسهلا فيكم. مساء الخير ورمضان كريم على الجميع، إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة دائما. أنتوا هلا عم تسمعوا راديو بوير على الموجة 103.5، أيضا برنامج صحتك بالدنيا على مدار الأسبوع كل يوم تنين على أثير إذاعة بوير اف ام. عم نستضيف طبيب وعم نناقش موضوع مهم بتهم صحتكم لحتى انتم تستفيدوا من هالحلقة وموضوع الحلقة. شاركوا رابط الحلقة لحتى زملائكم وأصدقائكم يستفيدوا من هالموضوع. ضيفي بالاستديو الدكتور صريح درويش، اختصاصي بالأمراض العصبية. اسمحوا لي رحب بضيفنا لحتى نبدأ اللقاء ونقول لضيفنا مساء الخير دكتور. مساء الخيرات ورمضان كريم على الجميع. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا بأسئلتكم واستفساراتكم. اليوم ضيفنا الدكتور صريح اختصاصي بالأمراض العصبية. اخترنا موضوع مهم بمجال العصبية. أي سؤال بيخطر على بالكم عبر كومنت أكيد رح نكون مسرورين لما بتأغنوا لقائنا. 429 101 هو الرقم الأرضي، 093 82 80 81 4 هو رقم الواتساب. على صفحتي الإذاعة على الفيسبوك فيكون عبر أي كومنت تبعتوا رسالة، رح نكون مسرورين وأكيد رح نجاوب على أسئلتكم. اليوم اخترنا موضوع هو مهم كتير يعني من جملة الصداع بين قوسين بالعنوان العريض، الصداع العنقودي. يا ترى شو هو، شو أعراضه، شو شكله، كيف تجي، والعديد من الأسئلة أكيد رح نناقشها مع ضيفنا الدكتور صريح. بالبداية دكتور كمدخل لحديثنا وبداية الصداع شو هو؟ الصداع يعني هو أي ألم بالرأس. طبعا نحن الصداع نحن بنعتبره هو ما هو مرض، طبعا عرض لكتير أمراض، بس هو مهم جدا. ليش؟ لأنه يعني نسبة انتشاره كتير واسعة. يعني تصور مثلا عندك نسبة انتشار الصداع، يعني نحن عندنا 3 مليار بني آدم عم يشكوا من الصداع نعم. سنويا يعني. بين الطفل وكبير طبعا ومسن طبعا وجميع بكل الفئات. الأعمار، بكل الأعمار. هلا بالنسبة لهاي 3 مليار يعني في تقريبا 1.8 مليار بيكون عندهم صداع توتري. تماما. البقية مثلا عندك تقريبا 1.1 مليار أو أقل، يعني 1.04 مليار بيكون عندهم شقيقة. تماما. هلا هالنسبة الباقية بقى بتتوزع على الصداعات الأخرى، على الصداع البدئي أو العضوي، الصداعات الأخرى، لا ومنه أنواع كثير. الصداع العنقودي هذا اللي بدنا نحكي عنه يعني. تماما. آه. هلا شو اسمه بالنسبة للصداع، يعني أهم شيء نميز نوعين، يعني قسمين أساسيين من الصداع. في عندك الصداع البدئي وفي عندك الصداع الثانوي. طبعا الصداع البدئي هو صداع المنتشر بشكل كبير، يعني نعم. منه الصداع التوتري، منه صداع الشقيقة، منه صداع العنقودي، منه صداع نصف الوجه، منه وما إلى آخره يعني. تماما. هلا الصداع الثانوي هو الصداع اللي يكون ناتج عن مرض معين. يعني مثلا عندك مثلا يكون عند المريض كتلة بالدماغ، مثلا يكون عنده مثلا روماتيزم، يكون عنده حمى طيفية، يكون عنده التهاب جيوب، يكون عنده التهاب أوعية، عرض تالي لمرض ما. لمرض ما. نعم. مثلا يكون عنده نزف تحت جافي، يكون ممكن. عنده نزف تحت عنكبوتي. هذا نحن بنسميه صداع ثانوي. البدئي مثل ما قلت لك اللي هو الشقيقة، اللي هو التوتري، اللي هو العنقودي، اللي هو صداع نصف الوجه، صداع نصف الوجه الانتيابي وما إلى ذلك. تماما. هلا بالحلقة هاي يعني نحن خصصنا انه نحكي شو اسمه بالصداع العنقودي. الصداع العنقودي طبعا له اسماء تانية، يعني مثلا يسموه الصداع الهستاميني. أيوة. في بيسموه صداع الانتحار. أيوة. بيسموه الصداع العنقودي لانه هذا بيجي بشكل عناقيد باليوم. يعني من هذه الكلمة العنقود جاي من عنقود العنب يعني. تماما. انه بيصير باليوم عدة مرات. فهمت علي شلون؟ يعني يمكن يصير عندك مثلا باليوم من مرة واحدة ل 8 مرات يوميا بيصير يعني. بشكل هجمات ولا بتجي هيك يعني؟ طبعا بشكل هجمات بيجي. هلا شو اسمه مثلا من المعايير التشخيصية لهذا الصداع لازم يكون عندك صداع نصفي. أولا لازم يكون نصفي. لازم يكون في عندك على الأقل 5 هجمات. أيوة.
ايوه، لازم هذا الصداع يترافق مع مثلا مع احتقان ملتحمه، مع انسداد جفن، مع توزن بالاجفان، مع احتقان انف، ايوه. مع تعرق، فهمت؟ يعني لازم يكون في شيء. طبعا مدته بتتراوح من ربع ساعه لثلاث ساعات، بس هو وسطيا من ثلاث ارباع ساعه للساعه ونص. ايوه. ومثل ما قلت لك يمكن كل يومين يصير عندنا هجمه، ويمكن يصير عندنا 8 هجمات باليوم الواحد. طبعا مثل ما حكيت باول الحديث انه هذا بيسموه حتى الصداع الانتحاري. ليش؟ لانه للاسف الشديد حتى مذكور هذا طبيا، يعني انه في عالم بتفكر بالانتحار، وفي عالم فعلا انتحرت من شده الصداع. تماما. يعني انت تصور انه شده الصداع عند مريض الصداع العنقودي بيفوق شده الصداع، شده الالم بالقولون الكلوي. تماما. إيه، ألم الأسنان مثلا ألم بيقولوا إيه يعني. طبعا. لا، حتى ألم الولادة بيفوق، تمام. ألم الولادة بيفوق للأسف. القولونج الصفراوي، يعني ألم شديد جدا. للأسف. وعلى فكرة هو من الصداعات الوحيدة الغير عضوية اللي بيوقظ المريض من النوم. يعني المريض يكون نايم بيفيق على وجع راسه. هذا تشخيص تفريقي. تفريقي يعني. طبعا تماماً. بينه وبين الشغلات الثانيه. مثلا هلا عندك الشقيقه ابدا ما يفيق صح، المريض من صح، النوم. نعم. مثلا الصداع التوتري نفس الشيء. تمام. بس اما هذا هو الصداع اللا عضوي الوحيد اللي بيفيق المريض من النوم. تماما. طبعا مثل ما قلت لك يعني انه المعايير التشخيصيه يكون عندنا 5 هجمات، يكون صداع نصفي، يكون مترافق مع شو اسمه مع انسداد جفن، مع تقبض حدقه، مع أيوة. احمرار بالملتحمه، مع تعرق، شو اسمه. وعادة الهشمة مثل ما قلنا بتستمر من ربع ساعة لثلاث ساعات، وسطيا من 45 دقيقة لساعة ونص. هلا هذا في منه نوعين كمان، يعني في منه مو الحاد الدوري نحن بنسميه، وفي منه المزمن كمان. تماما. هلا اثنيناتهم نفس الشيء، يعني بيحققوا نفس المعايير. بس الدوري عادة الهجمات، يعني لما تجي هجمة، طبعا الهجمة يمكن تطول من 6 أيام لحد 3 أشهر. ايوه. إيه. فترة طويلة. ايه فترة طويلة. ايه. نعم. ايه. هلا الفرق بيناتهم هذا الدوري وبين المزمن انه الدوري يعني الهجمات بتكون اكثر من، يعني لما تجيك هجمة بتكون اكثر من 3 شهور. هذا بنسميه دوري. اما المزمن تكون الهجمة اقل. تماما. يعني مثلا بيصاب المريض مثلا فلنفترض شهر زمان، بعدين بيريح تماماً. 2.5 بعدين بترجع لعنده. تمام. طبعا هذا الصداع حتى تشخيصه صعب. يعني مذكور عندنا بالادب الطبي انه مرات يمكن يمرق 10 سنين على المريض هو عم يعاني وما حدا يشخص له. للأسف. يعني ايه. وطبعا هذا الصداع الكمان المميز فيه، فهمت علي شو؟ انه لما يجيك مريض يعاني من الصداع هذا اجباري بدك تسوي له استقصاءات. تماما. ايه، لانه أكيد. في منه ثانوي كمان بيسوي نفس المشكله. اكيد هاي اكيد رح نحكي عنها يعني. إيه. دكتور هل الحديث وهالمعلومات اللي حكيتها هاي تندرج تحت الاعراض يعني؟ ضل شيء مثلا لا اذا بدنا نفرق بينه وبين الشقيقه ما بيوقظ المريض من النوم. طبعا. هلا الاختلاف طبعا بالمده. نعم. يعني مثلا عندك الشقيقه بدها لازم تكون من 4 ل 72 ساعه صح. مثلا. شقيقه مثلا ب 40% من الحالات بتكون ثنائيه الجانب. تماما. فهمت علي شو؟ تمام. هذا حصر لازم يكون حاد الجانب. نعم. هذا مدته من ربع ساعه للثلاث ساعات، مو اكثر من هيك. تمام. مثلا شقيقة ما بترافق مع احتقان ملتحمة، احتقان. مع تقبض حدقة، مع سدال جفن. صح. هذا بيترافق مثلا. الشقيقة مثلا بالنسبة للمميز مثلا الغثيان والقياء، رهاب صح. الضوء، رهاب الصوت. صح. هذا ما الشقيقة بعمرها مثل ما قلنا ما بتوقظ المريض من النوم، بالعكس المريض بيدور شو اسمه لينام، بس نام بيرتاح يعني. تماما. الشقيقة عادة بتكون مرافقة مع غثيان وقياء. تماما. بس هذا ما يعني مو مذكور الغثيان والقياء بشكل واضح. اذا هاي مجرد القصه المرضيه، المريض لما بيزور طبعاً. الطبيب طبعا. فبتتوجهوا النوع من طبعا ناخذ طبعا القصه السريريه بالاضافه الى الفحص العصبي. أكيد. كمان بيعطي كثير شغلات يعني. هلا هذا طبعا الصداع العنقودي هو كان سابقا يقولوا انه يعني مثل ما قلت لك انه من بس انه فوق ال50 سنه وكذا. هلا تغيرت المعايير شويه صغيره. طبعا صار انه العمر ذروه الحدوث هي من 20 ل 50 سنه.
بس يمكن حتى الاطفال ينصابوا بالموضوع. هذا كان السؤال بده يخطر على بالي صراحة، يعني انه الفئات العمرية والجنسين من إيه. الذكر والانثى مثلا. طبعا مثل ما قلت لك يعني باي عمر يمكن يصير، بس ذروه حدوثه هي من 20 ل 50 سنه. يعني سابقا كان يقولوا انه الرجال اكثر اصابه من النساء، يعني نعم. كان من 7 ل1 يعني. صح. بس هلا غيروا النسب، هلا صار بعض شو اسمه، بعض يذكروا انه 1 ل3 1 ل2 يعني نسبة يعني تقريبا صايرة متساوية يعني. صح. لذلك هو يعني المريض المشكلة هذا صداع ليش مهم؟ لأنه المريض كتير بيعاني، يعني معاناة شديدة يعني صح. مع شدة الألم، شدة الألم طبعا تخترقه. طبعا طبعا ما ذكرت ألم إنه شديد، ألم شديد جدا، ألم شديد جدا وسجلت يعني. حالات انتحار نتيجة هالمرض طبعا هذا. طبعا طبعا نعم. في حالات انتحرت من الموضوع هذا نتيجة شدة الألم يعني. تماما. آه. حابب اذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، انتم هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو دكتور صريح درويش، اختصاصي بالامراض العصبيه. موضوعنا لليوم هو الصداع العنقودي، شكله، اعراضه، اسبابه، هلا رح نحكي عنها. اذا حابين تنضموا لنا او اي سؤال بيخطر على بالكم على البث المباشر، فيكم تكتبوا عبر اي كومنت او رساله، رح نجاوب عليها ونكون مسرورين لما بتشاركونا موضوع الحلقه وارائكم واسئلتكم. دكتور، لو نروح للاسباب والعوامل المؤهبه لهالشيء هذا، يا ترى شو هو؟ هلا الاسباب بيصير عندنا شو اسمه اضطراب بمنطقه اسمها منطقه تحت المهاد او الوطاء، هي بيصير فيها اضطراب بالدماغ هي طبعا. دماغ. بيصير فيها اضطراب وهي اللي تكون يعني سبب الصداع هذا. هلا بالنسبه للعوامل المؤهبه للموضوع هذا، التدخين متهم درجه نعم، اولى. شو اسمه الوراثه ايضا. طبعا، وردود الراس. هلا في يعني الكحول كمان متهم بالموضوع هذا، ومذكور انه عم يحرض كمان الهشمه يعني الكحول عم يحرض المنبهات بشكل عام هن او الكحوليات يعني. الكحول هو اللي مذكور، والتدخين كسبب من اسباب انه يصير هشمه عند المريض. ما له علاقه بالامور النفسيه؟ هل العرض هذا لا لا لا، ما تسجلت يعني، لم يذكر بالكتب انه نهائيا. بس طبعا هلا شو يعني شلون متعلق بالموضوع النفسي، يعني مثلا مريض يعاني من الموضوع هذا اجباري بده يصير عنده اكتئاب. صح. تمام. حقيقة يعني بده يصير عنده اكتئاب، بده يصير عنده قلق، بده يصير عنده توتر، بده يصير عنده كل شيء هذا يعني. ممكن يصير معه صداع توتري طبعا ولكن طبعا. لا هلا نحن بالنسبة للصداع التوتري هو مذكور. صداع التوتري يعني له اشكال عديده، يعني مثلا نعم. هلا عندك مثلا مريض فلنفترض عنده شقيقه. نعم. هلا شقيقه مع العمر بتخف الاعراض، يعني كل ما كبر المريض بالعمر كل ما خفت الاعراض. نعم. هلا بس ما كبر بقى بصير ياخذ شكل صداع توتري، بس كمان بيحمل بعض من صفات الشقيقه اللي كانت عنده. معه. مريض عنده التهاب جيوب مزمن مثلا دائما يصير عنده بعدين، حتى اذا عالج الجيوب كان بيضل الصداع، هذا صداع توتري بس بياخذ شكل صداع الجيوب. تماما. يعني صداع التوتري كل واحد ياخذ شكل اللي نشأ منه يعني. طيب دكتور، هلا لو نتطرق لموضوع كيفية التشخيص، من شوي حكينا يعني بعض الإجراءات التشخيصية والقصة السريرية. بظن أنه ب50% أو بنسبة أكثر الطبيب خلال جلسة أو الحوار أو أسئلة المريض طبعا. بيتوجه للتشخيص بنسبة معينة. في وسائل أخرى متقدمة مثلا تساعدكم؟ ما في وسائل متقدمة لتشخيص الصداع العنقودي، بس مثل ما قلت لك يعني أي صداع عنقودي بدك تسوي له أشعة، فهمت علي شلون؟ إنه في نسبة كثيرة بتكون سنوية النشاء. سيتي أو مرنان مثلا يعني. أفضل المرنان. أفضل المرنان بالصداع بفوق الطبقي المحوري. تماما. الأفضل المرنان بدك تشوف انه في عنده شيء ولا ما في سبب هالموضوع هذا. خاصة انه هذا يعني مثلا مثل ما قلت لك يعني في نسبة كبيرة بتكون ثانوي، يعني من منشأ ثانوي، لذلك اجباري بدك تسوي له تنفي الشيء الفلاني. طبعا يعني قد يكون عندك بؤرة، ورم صحائي، يكون عندك طبعا يكون عندك على حساب الدماغ طبعا يكون عندك تشوه شرياني وريدي، يكون عندك طبعا في هذا يعني حتى عم بقول لك، بس يعني بيدخل ضمن التشخيص التفريقي يعني قائمة طويلة عريضة يعني. والتحاليل المخبرية بظن ما لها داعي يعني
تحاليل دكتور مخبريه ايضا كمان، في يعني هلا مثلا تحاليل معينة مثلا. تحاليل مثلا انت اذا شكيت انه المريض يكون عنده مثلا انتان جملي عصبيه مركزيه اجباري بدك تسوي له ممكن. بذل قطني وبتشوف تماما. الوضع عنده شلون. نسأل الدماغ الشوكي ساق شو الدماغ عنده. الشوكي تشوف مثلا ضغط الانفتاح عنده في صح. ارتفاع بالضغط بروتين او داخل كذا. الدماغ، ما في ارتفاع، فهمت علي شو يعني. بدك تنفي له هالشغلات هاي. بدك تشوف له البروتين، بدك تشوف له السكر، بدك تشوف له الخلايا، صح. بدك يعني اكيد. آه، يعني مريض يعني مريض التهاب الصداع العنقودي لازم واحد يتابعه بشكل صح مشان يلاقي نتيجة صح يعني. تماما، اذا هاي هي الاجراءات الصح اللي لازم تتاخذ طبعا. يعني. تمام. دكتور، دائما بعد التشخيص الطبيب بيوصل للمريض بده حل، بده دواء، بده علاج، بده حل هالشيء هذا. كيف العلاج بيكون العلاج هو او العلاج التداوي يعني؟ أيوة، العلاج بينقسم لقسمين. نعم. في عندك علاج مشان شو اسمه مشان اجهاض الهجمة، تماما. وفي عندك علاج للوقاية مشان ما يتكرر عندك تماما. تكرر الحالة عندك النوبي الهجمة، يعني. نعم. النوب ما تكرر عندك. هلا بالنسبة لشو اسمه نحن بنحكي بالشيء المتوفر عندنا هون يعني. هلا في عندنا شو اسمه التريبتانات اللي هو الزومي تريبتان. هذا فيك تاخذه فمويا. عند شو اسمه حبوب، هاي هي أدوية. حبوبة. نعم. شو اسمه في عندك الشغلة الثانية كمان مهمة يعني، كمان بتفيد بالتشخيص وحتى بالعلاج. كمان بيقولوا انه اذا اعطيت اكسجين صافي للمريض 100% نعم. مدة 15 ل 20 دقيقة، هاي كمان بتجهض نوبة حلو كتير. الصداع العنقودي. هلا في عندنا شغله ثانيه في هلا التريبتانات هاي مو موجوده، الموجود عندنا هو الشكل الفموي فقط يعني. هم برا مثلا في عندك بخاخات كمان، هذا نعم. السومي تريبتان، وهدول بيستخدمون كمان يعني بتعطي نتائج منيحه. هلا الشغله الثانيه كمان اللي فينا يعني عندنا هون متوفر. نقدر عليها انه مثلا تعطي كورتيزون للمريض. طبعا كورتيزون بجرعة عالية يعني تقريبا بتوصل ل 100 ملي جرام يوميا يعني نعم. لمدة 3 4 أيام. بعدين كل 3 4 أيام بدك تنقص 20 ملي جرام لتوصل لشو تدريجيا. تدريجيا بتوقفه. هذا كمان شو اسمه بيساعد بإجهاض هجمة الصداع تماما. العنقودي. تماما. في خيارات تانية كمان بس يعني ما أنا متوفرة عنا هون. هاي هي. تماما. في الأخ ياس بعت على الكومنت على البث المباشر: دكتور، أختي عمرها 45 سنة، فجأة بيجي لها صداع بعد فوران ودوخة، ما بتشوف حواليها. ما بعرف إذا هي راحت زارت طبيب أو شخصت حالها. الأعراض هاي هي اللي حابب هيك يسأل إنه عبارة عن صداع فجائي مع فوران ودوخة. ما بعرف إذا يعني يعني قدرت أعبر على الشيء المكتوب يعني. وهي الحمد لله لا تدخن ولا مشروبات ولا قهوة، بس تشرب شاي. طبعا يعني هلا بدنا متماشية مع. طبعا ما يعني على الاغلب هذا صداع توتري على الاغلب نعم. يعني. بس يعني لازم يكون في عندنا صورة كافية لصفات أكيد. الصداع لنحكي صح. بالموضوع يعني. بس مبدئيا على الاغلب هذا بيكون صداع توتري يعني، ما في شيء بيخوف يعني. تماما. طبعا دائما نحن بنتمنى السلامة لمرضانا ولأصحائنا ولمستمعينا وللي عم يشاهدونا. ونحن بنختم دائما لقائنا بجملة من النصائح للأصحاء وللمرضى أيضا. أيوة. شو اسمه بس حبينا بس نحكي بشغلة تانية تفضل كمان دكتور، أي انه محور حابب تتطرق لا عليه؟ يعني نحن حكينا بالعلاج الاسعافي يعني العلاج. هلا في عنا علاج وقائي كمان يا للموضوع ريت. هذا. نحن بنستخدم عادة حاصرات الكبس يعني. عندك الفيرابامين واحد بده يستخدمه، فهمت علي شو. في عندك الليثيوم، أها. في عندك مضاد اختلاج اللي هو التوبيرامات كمان واحد فيه يستخدمه للصداع هذا. طبعا إذا واحد بده يستخدم الأدوية بده يستخدم فترة طويلة يعني نتأكد مثلا سنتين ثلاثة إنه والله خلاص ما عاد في هجمات، فينا وقتها نفكر إنه نوقف له الدواء. توقف العلاج. تماما. آم، نصائح وقائية أو توصيات أي شيء يعني. يعني حافظوا على حالكم وعيشوا حياة صحية أي. وبعدوا عن الدخان. تماما. واي حدا اجته نوبة صداع يعني دكتور، انه ما يأهملها، روح طبعا يشخص. طبعا ممكن يكون طبعا في طبعا طبعا يعني ورم، ممكن يكون في شيء، طبعا في طبعا نزف، في طبعا احتشاء، طبعا في اي شيء. طبعا طبعا. نحن يعني فينا شو اسمه بهالنقطة هاي نذكر مثلا هلا مريض عم يعاني من صداع من 10 سنين مثلا. تماما.
كل 3-4 ايام بصير عنده صداع. فهمت؟ هو متعود على الريتم هذا، لا يراجع الطبيب بس نحن فينا ننصحه بالموضوع هذا، انه انت اذا شفت مثلا الصداع غير من صفته، فهمت علي شو يعني، صار مثلا طور. اشد، تواتره صار اكثر، غير مثلا جهته، غير تموضعه، تزامنه ترى اقرب. مثلا ترافق مع شغلات تانية، اعراض شواش اخرى. رؤية، مراجعة كذا، تغير بالوضعية كذا، هذا جبالي الواحد بده يسأل عنه. يعني نحن نكون حريصين بالموضوع هذا، انه خيو خلاص هذا صداع توتري، معلش صار لك كذا سنة عم تعاني منه، ما في منه اي مشكلة. بس اذا غير من صفاته جبالي بده يراجع الطبيب ويسأل عن الموضوع هذا. تمام. هلا فينا نحكي من بس هيك شغلة صغيرة كمان، انه والله في عنا كتير عالم، يعني في عنا الصداع المعتمد على السيتامول. تمام. يعني هذا كمان كتير شائع مجتمع. صح. يعني بيضرب المريض ظرفين 3 سيتامول صح. بالاسبوع. يعني للأسف. هذا كمان يعني واحد ينتبه، يعني ما يفرط بالمسكنات وكذا، ياخذون. بالاخص مضادات الالتهاب الغير ستروئيديه مثل الديكلون طبعا والبروفين. طبعا طبعا هاي طبعا اللي لها مضار على الكبد والكليه على طبعا حساب. طبعا. تمام. حتى السيتامول اللي ما له ممكن. مضار كثيره كمان لازم واحد ممكن يكون يكون مخرج دولي. حريص باستعماله، يعني ويستعمله بالموقع الصح وبالمكان الصح، يعني مشان تمام. نلاقي نتيجه منيحه. تماما. بنهاية اللقاء هذا ألف شكر لكم دكتور صريح درويش، اختصاصي بالأمراض العصبية، على الاستضافة الحلوة والمعلومات القيمة. يا اهلا وسهلا. شكرا أهلا لكم. فيك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة، ومن هلا بنقول لكم رمضان كريم وكل عام وانتم بخير.